إذا مليتوا من الكبسات العادية تعالوا جربوا الكبسة البيضاء، لأنه نكهات رهيبة، من الكبسات الرهيبة اللي نكهاتها مميزة. تعالوا شوف طريقة عملها. قدرية على النار، خليتوا مي وخليتوا بهار صحاح، كل شيء عندكم بهار صحاح خلوه، بصرة، كبابة، دارسين، قرنفل، أي شيء، ورق غار. خليتوا بيه تقريبا 650 غرام من اللحم مالت عجل، أو بعد ما يفور بالتأكيد راح نشيل الزفارية مالته ونخليه على نار ناصية حتى يستوي. بعد ما يستوي شوية زيت بقدرية نحمسه شوية مجرد تكرمل شيء بسيط. بهذا الأثناء احنا غاسلين التمن وناقعين نص ساعة. طيب راح نضيف التمن على اللحم ونقلب شوي حتى التمن ياخذ شوية زيت. بعدين راح نرجع المرق مالت اللحم اللي يسلقنا بيه اللحم على التمن، مجرد نصفيه حتى ما ناخذ البهارات الصحاح، لأن مرات تصير شوية مزعجة بالأكل عند البعض. تمام، اللي ما عنده مشكلة يضيف مباشرة. طيب بعدين راح أضيف ملح وشوية هيل وشوية كزبرة، راح أكتب لكم مقاديرها بالضبط أسفل الفيديو. راح أعلي النار، بعدين راح أضيف زرشق أو زركش والله نسيت، ولوز وكشمش وجزر، وأهدرها على نار ناصية تقريبا 15 إلى 20 دقيقة، أنصى نار عندكم. بعد 20 دقيقة راح يصير بهذا الشكل، يستوي الجزر والكشمش راح ينفش وكل الأمور تصير لوز، يصير عندكم بهذا الشكل الرهيب. بعدين راح ناخذ الكشنة اللي هي الحشو اللي فوق نخليها على جهة حتى نقدم الكبسة. راح نقدمها بصينية مثل ما تشوفون شلون التمن رهيب مفرط، كل حباية بواحد، وأكيد راح نضيف وراها الكشنة عليها. شوف شلون صارت لوحة فنية متكاملة، وشوف اللحم ما شاء الله شلون ذايب تماما. ناخذ شوية من التمن ومن اللحم ونخلي عليه صلصة سرية، لا تسألوني شنو الصلصة لأنه سر المهنة، بس إذا لحيتوا هي عبارة عن خاثر مع دنوس. جربوها وعليكم بالعافية إن شاء الله يا رب.